التفاح كتير ومالي السوق الفترة دي، وتخيلوا الكيلو بكام؟ الكيلو ب30 جنيه. تعالوا بقى نفرح ولادنا ونعمل لهم حاجة حلوة جدا، وحاجة ترجعنا بقى لورا كده، ترجعنا للزمن الجميل. كده اكيد انتوا عرفتوا انا هعمل ايه. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. وتعالوا نشوف اول حاجة ازاي بنغسل الفاكهة بتاعتنا. هنغسل التفاح، هنحط شوية مية وشوية خل وشوية كربوناتو وشوية ملح. بنسيب الفاكهة بتاعتنا منقوعة حوالي 5 دقايق في المحلول ده كده، وبعد كده بنشطفه كويس جدا. المحلول ده بيطهر وبيعقم وبيقتل البكتيريا والجراثيم. شطفناه كويس قوي. هنجيب الحلة بتاعتنا بقى، حلة نظيفة كده، هنحط فيها كوبايتين من السكر، وبنفس الكوباية اللي عايرنا بيها هنعاير بيها نص كوباية مية. هنحط سنة لون أحمر غذائي. هنقلب بالراحة خالص، ونحاول ان احنا ما نطرطش على الجناب. وهنعصر ليمونة او ربع معلقة من ملح الليمون. وهناخد الحلة بتاعتنا ونروح نرفعها على البوتاجاز بتاعنا على طول، على نار هادية الاول لحد ما السكر بتاعنا يدوب من تحت، وبعد كده نعلي النار شوية. اول بقى ما الخليط بتاعنا كده، الشربات بتاعنا يغلي كده ويعمل فقاقيع، هنهدي النار تاني. بياخد حوالي 10 دقايق على النار. اول ما بلاقيه ثبت على المعلقة كده وما بينزلش بسهولة، بعمل له اختبار في نص كوباية مية ساقعة، وبشوف لو هي بقت عاملة زي الكرة اللينة كده يبقى لسه ناقص شوية. يعني لازم تبقى بتتكسر على طول، بتقطم كده. تمام. هنجيب بقى التفاح بتاعنا، طبعا احنا غسلينه كويس وكنت سايباه في مصفى، بس لازم ننشفه علشان لما نيجي نحطه في الشربات اللي احنا عاملينه ده يمسك عليه، ما يبقاش المية ما تخلوش ينزل تاني. وهنجيب الخلة بتاعتنا بقى وهنحطها بالراحة كده، نمسك التفاحة بايدينا الاتنين، وما نحاولش ان احنا نجيب ايدينا لتحت علشان الخلة ما تخشش في ايدينا، وما نخليهاش توصل للاخر، يعني خلوها توصل لنص التفاحة كده. تمام. لو حسيتوا ان التفاحة في منهم معوج او مش بيثبت، ممكن تاخدي الحتة اللي هي زيادة دي كده بالسكينة. بس يعني لما نيجي نجيب ونعمل الفريسكا او الخد الجميل، معرفش انتوا بتسموها ايه في بلدكم، يا ريت تكتبولي. بنقي التفاح اللي هي العدلة والمظبوطة وصغيرة كده وتنفع، ويكون مقاسها قد بعضه علشان تناسب الوصفة دي. بننزلها كده وبنصفيها كويس، وبجيب طبق احط عليه ورقة زبدة او صينية وعليها ورقة زبدة، وبنحط عليها بقى كده ايه، التفاح بتاعنا. نبعد بس كده عن بعضه، يعني ما نحاولش ان احنا نلزقه ببعض، نسيب مسافة ونحط التانية. مش عايزة اقول لكم بقى الوصفة دي حلوة قد ايه، وبصراحة لما بتتعمل في البيت بتكون احلى واحلى وانضف كمان من بره. وبكده نكون خلصنا الفريسكا او الخد الجميل زي ما بتسموها. بصراحة بنتي كانت هتتجنن على الوصفة دي يا جماعة، والله العظيم. هي اللي جايبه لي الخامات من بالليل، ويلا يا ماما اعملها لي، يلا يا ماما احنا خلصت الامتحانات، انتي قلتي لي لما اخلص امتحانات هعملها. بجد حلوة قوي قوي. اول ما بتيجي تاكلي كده طبقة الكراميل اللي بره دي بتتكسر كده وتدوب في البق كده مع طعم التفاح، تحفة. جربوها وهستنى رأيكم.